مساء الفل. يلا بينا النهاردة هنعمل كفتة الحاتي، وهقول لكم ازاي تطلع معانا جوسي وطرية ومتحمرة وشكلها حلو كده زي اللي جاهز بالظبط، وكمان طعمها يكون غني، وايه اللي هيخليها متماسكة وشكلها حلو قوي كده. تعالوا اقول لكم عملناها ازاي. اول حاجة هنجيب بصلتين كبار هنبشرهم او ممكن نضربهم في الكبة، نديهم ضربتين كده في الكبة لحد ما يبقوا معانا بالشكل ده كده. بعدين هنفضي البصل بتاعنا في طبق، وهنحتاج الكبة مكان البصل هنسيبها جنبنا عشان هنحتاج لها. وده شكل البصل بعد ما اتفرم. هناخد حبة بقى من البصل بايدينا كده ونعصره. انا عايزة البصل ما يكونش فيه مية خالص، هنزل المية اللي فيه كلها. شايفين بقى المية اللي بتنزل منه مية كتيرة بصراحة يعني. بنعصره بايدينا، ودي اسهل طريقة لعصر البصل من المية. بعد ما نشف معانا بالشكل ده بنحطه في الكبة ونعمل الكمية كلها بنفس الطريقة. بنفصل المية عن البصل نفسه، ده البصل ناشف اهو مفيهوش اي مية، ودي المية بتاعت البصل مش هنرميها، احنا محتاجينها. هقول لكم هنعمل بيها ايه، بس الاول هنحط عليها معلقة زيت ورشة ملح ورشة فلفل اسود، ولو عندنا صويا صوص نحط معلقة كبيرة، ما عندناش ممكن نحط معلقة صلصة او معلقة كاتشب، او الاحسن كمان لو عندنا صوص الباربيكيو. تحفة بقى، مش عايزة اقول لكم بيعمل ايه في الكفتة وبيديها طعم الشوي، بيخليها تجنن. بعد ما قلبنا مية البصل هنغطيها بستريتش ونحطها في التلاجة. المهم نشتغل في مية البصل على طول عشان ما تبصش مننا، ونحطها في التلاجة. اول ما نعملها ونجهزها نغطيها ونحطها في التلاجة. ونجيب البصل عندنا ونجيب عليه كيلو لحمة مفرومة فيها نسبة دهون ما تكونش حمرة خالص، ونحطها على البصل ونحط عليها معلقة كبيرة ملح، معلقة صغيرة فلفل اسود، ومعلقة كبيرة بابريكا، ومعلقة كبيرة السبع بهارات، او الافضل لو عندنا بهارات الكفتة هتخلي طعمها حلو قوي، ورشة شطة لو عايزين، ومعلقة كبيرة بيكنج باودر، و3 معالق كبار نشا. النشا هيمسك الكفتة بتاعتي ويخليها ما تفقدش المية ويخلي قوامها تحفة جدا. وهنضرب الكفتة في الكبة ضربتين، مش هنضربها كتير ومش محتاجين الكبة، ممكن نعجنها بايدينا كمان، مش لازم الكبة خالص. لحد ما تبقى بالشكل ده ونلمها ونغطيها بستريتش ونحطها في التلاجة حوالي ساعتين. وبعدين هنجيب الصاج بتاع الفرن ونغلفه بورق فويل بالشكل ده من الداخل، وبعدين هنحط عليه الشبكة ونطلع بقى المية بتاعت البصل بتاعتنا هي والكفتة، ونجيب العصيان بتاعت الشيش طاووق الخشب دي ونكون نقعينها في مية حوالي نص ساعة قبل ما نستخدمها. انا هستخدم 3 مع بعض عشان يبقى متماسك ويشيل الكفتة معانا، وكمان عشان يفرغها من جوه. المية بتاعت البصل دي هندهن فيها ايدينا بالشكل ده كده عشان الكفتة ما تمسكش في ايدينا، وعشان تشرب كمان من المية بتاعة البصل. هاخد جزء كده من الكفتة بتاعتنا وابدأ اشكلها على العصيان بتاعة الشيش طاووق بالشكل ده كده. نحاول نفردها ونخليها مش رفيعة قوي ولا سميكة قوي، نخليها متوسطة كده زي اللي بتيجي من بره. وبعد كده هناخد شوية مية تاني، المية بتاعت البصل دي عشان تتشرب الكفتة، تشرب منها كويس قوي، وبتديها لمعة خطيرة بصراحة. ونعرف نشكلها بالشكل ده ونعملها بصوابعنا بالشكل ده كده عشان تبقى زي الجاهزة بالظبط. ده بعد ما شكلناها وظبطناها هنبدأ بقى نحطها على الشبكة بتاعتنا اللي احنا كنا مجهزينها، ونعمل كل الكمية بنفس الطريقة دي. بصراحة عملت معايا كمية حلوة قوي، ولسه مية البصل مكملة معانا، هنجيبها وندهن بيها الكفتة بالشكل ده كده من فوق. بتخليها جوسي وبتديها طعم حلو قوي بصراحة. ونحط مية مغلية حوالي كوباية او كوباية ونص، ما نكترش عن كده. وهندخل الكفتة بتاعتنا على في الفرن على درجة حرارة 250 شغال فوق وتحت في الرف الوسطاني. هتطلع لنا بعد ربع ساعة بالشكل ده كده. هنبدأ نقلبها، شايفين بقى اتحمرت ازاي، حلوة جدا، بس احنا عايزينها تحمر من الناحية التانية كمان. الشبكة علمت فيها مديها شكل تحفة جدا زي الجاهزة بالظبط. هنقلبها بقى كلها، احنا عايزينها تتحمر من ناحيتين حلو، ونجيب مية البصل وندهن الناحية التانية بنفس الطريقة برضو تاني بالشكل ده كده. وبعدين هندخلها الفرن تقعد ربع ساعة كمان. هي الكفتة متاخدش وقت يعني، المدة كلها بتبقى نص ساعة. بتطلع لنا بالشكل التحفة ده، متحمرة بقى ومستوية وجوسي، ما فقدتش المية، وطرية جدا ما شاء الله، حلوة قوي. وكمان ما خستش يعني، حافظت على نفسها وما خستش معانا. هنجيب بقى السرفيس بتاعنا ونحط فيه شوية خضرة كده، انتوا عارفين الكفتة بقى بتحب الخضرة.
ونحط الكفتة بتاعتنا ونرصها بقى، شايفين بتلمع ازاي وشكلها تحفة ازاي وقد ايه جوسي وطرية، تحفة جدا. هنحط كمان شوية خضرة على وشها من فوق. كده الكفتة بتاعتنا بقت جاهزة وعملت معانا كمية حلوة جدا وما خستش في الفرن، بالعكس حافظت على نفسها وعلى قوامها وطرية وتقريبا زي ما بنجيبها من بره ويمكن احلى كمان. يا رب وصفة النهاردة تكون عجبتكم، واشوفكم في وصفة تانية، ومع السلامة.